بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وأفضل حال. كيف ما تلاحظوا هذا النهار نقدم لكم واحد الصلصة ديال المايونيز بدون بيض. إن شاء الله تبعوا معايا المراحل ديال التقديم وطريقة التحضير كذلك والمقادير. عندنا واحد الكاس قل ربع ديال الحليب أو كاس ما عمرش، خاصو 1 سنتيم باش يعمر، باش يولي 140 مليلتر تقريبا، 120 مليلتر، 130 مليلتر. عندنا الزيت كذلك واحد كاس قل ربع ديال الزيت تقريبا شي 100 مليلتر. عندنا واحد ربع ملعقه ديال لاموطارد، هذه اختياري. عندنا 2 ملاعق صغيره ديال الخل الابيض او خل اللي عندكم، ممكن هذا ممكن الخل الابيض. عندنا ثلاث مثلثات ديال الفرماج، ممكن تستعملوا المربع. عندنا قبصه قليل جدا او طريقه ديال الفلفل الاسود وطريقه ديال الملح. هادو هما العناصر ديالنا. ان شاء الله نجيب المولينكس، نجيب طحان الكهربائي، ولا عندكم الطحان ديال اليد استعملوه احسن، ميكسور يعني. انا غنجيب المولينكس ونبدا معكم ان شاء الله الوصفه. بسم الله الرحمن الرحيم. غنضيف كاول مرحله الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. غندير طريقه ديال الملح والبزار، غندير ربع ملعقه ديال لاموطارد، ممكن الاستغناء عنه، ربع ملعقه فقط عفوا. غنضيف ملعقتين خل، ملعقتين صغيره. غنضيف الفرماج 3 قطع او 4 حسب الذوق ديالكم، وغنطحن هاد العناصر جيدا ونرجع معكم. هنا كيف ما تلاحظوا بعد ما طحنت الخليط تيدير الكشكوشه هكذا، غنحاول نخلطه في مولينكس. نبقى نشعل مولينكس بشويه ونبدا نخوي الزيت بشوي بشوي، يعني نضيف الزيت خيط على الخليط ديالي وانا تنطحن، تنحصل على واحد القوام اللي بغيتو ديال المايونيز. نتمنى تكون الصوره واضحه لكم وتكون باينه لكم الوصفه. انا غنبدا نطحن شوي بشوي ونزيد نضيف الزيت. هنا كيف ما تلاحظوا انا قربت لكم مولينكس باش يبان لكم. انا بعد ما خلطته تعطيني هذا القوام هذا. نحاول نحيد مولينكس باش نوريها لكم. مازال ما درتش الزيت، تعطيني هذا القوام هذا. نتمنى تكون الصوره واضحه لكم حيت الكاميرا ما تتوضحش مزيان. غنحاول نبدا نضيف الزيت شيئا فشيئا. كيف ما تتعرفوا المايونيز خصو تضيف ليه الزيت بحال الخيط بشوي بشوي تطلع معنا المايونيز. انا غنحاول نحيد الغطاء الفوقاني وغنشعل المولينكس باش ما نبغزتكم، باش ما نديرونجيكم بالصوت ديال المولينكس، ونبدا نضيف الزيت شيئا فشيئا تطلع معايا لا مايونيز. هذا هو المايونيز ديالنا بعد ما طحنته. كيف ما قلت لكم درت فيه تقريبا كاس ديال الزيت، بديت تنطلق الزيت عليه بحال الخيط تتصايب معايا. هذا هو القوام ديالو كيف ما تلاحظوا. نتمنى تكون الصوره واضحه لكم. مازال غنبردو شويه في الثلاجه حيت مازال القوام ديالو جاري شويه، لكن هذا هو القوام اللي بغيت انا. غنديرو شويه برد وغنوريه لكم ان شاء الله في طبق التقديم. نحاول نخويه في شي جبانيه. انا جبت واحد الجبانيه ان شاء الله نخوي فيها وغنوريه لكم. نحاول نكبو باش يبان لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هانتوما القوام ديالو كتيبان لكم. انا غنحاول نديرو في الثلاجه ان شاء الله يبرد شويه ونوريه لكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالو، حيت خصو ضروري باش يبرد. خرج تبارك الله واحد الكميه لا باس بها كثيره. غنحاول نديرو يبرد ونرجع معكم ان شاء الله نوري لكم الشكل النهائي ديالو بعد ما برد. هانتوما الشكل ديالو هذا مازال ما برد، يعني غنحطو في الثلاجه يبرد شويه ونرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال المايونيز ديالنا بعد ما برد شي شويش. كيف ما تلاحظوا القوام ديالو انا نوري لكم شي ملعقه تيجي رائع تيجي غزال. ان شاء الله تجربوه ينال اعجابكم. هانتوما كيف ما تلاحظوا القوام ديالو بحال الياغورت تيجي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. هانتوما تشوفوا الشكل ديالو. نتمنى تكون الصوره واضحه لكم.
القوام ديالو تيجي عاقد ومازال ما بغدش تماما، شويه درتو في الثلاجه وجبدتو. هانتوما تشوفوا الشكل ديالو تيجي روعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. غنحاول نزوقو بشويه الحبق، ممكن نتوما تزوقوه بالمعدنوس، تزوقوه باي حاجه، ممكن تطحنوا مع هذا الحبق تعطيه واحد النكهه زوينه. وممكن ديروا فيه تنسموا على حسب الذوق ديالكم بودره الثوم او اللي بغيتو. ان شاء الله ينال اعجابكم. الا طبعا نال اعجابكم ما تنساونيش من لايك والاشتراك في القناه. وفي امان الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في امان الله.